طارق العريان مش عايز يسكت لأصالة. تعال اقول لك ايه اللي حصل بعد ما طارق العريان شال اغنية 60 دقيقة حياة من على اليوتيوب. طلع وقال ان دي بس البداية، وان هو لسه هيشيل اغاني تاني من على اليوتيوب زي خانات الذكريات، زي الورد البلدي، زي عايشة على اللي فات. بل كمان وقال انه هيشيل البومات كاملة زي مهتمة بالتفاصيل وشخصية عنيدة. كل دي البومات واغاني هو انتجها هيشيلها تماما من على اليوتيوب. طبعا الناس بدأت تهاجم طارق العريان. هو رد وقال انا بقالي 5 سنين بحاول ان انا احل الموضوع بشكل ودي لكن محدش مهتم. وقال كمان ان هو هيتواصل مع اليوتيوب علشان يوقف الارباح على كل الاغاني والالبومات اللي هو انتجها، ما تروحش الربح بتاعها لأصالة وتروح لطارق العريان. مشاكل كبيرة بين طارق العريان وبين أصالة. انتوا قولولي شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم في كومنتات، وتفتكروا الخناقة اللي بتحصل بين طارق العريان وأصالة دي هتخلص على ايه؟ قولولي في كومنتات.